السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معكم مستر سيد الجمل، خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم وعضو قوافل مصر التعليمية ومستشار جريدة الأهرام المسائي للفلسفة والمنطق. الفيديو اللي فات حلينا واجب الفلسفة الأسبوع الأول والثاني. إن شاء الله الفيديو ده هنحل مع بعض واجب المنطق برضو الأسبوع الأول والثاني، واللي بيتكلم عن تعريف المنطق وأهميته وعوامل الوقوع في أخطاء التفكير. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. طبعا بيقول لي هنا اذكر مثالين من عندك لاهميه التفكير في حياتك الشخصيه. هو هنا يا اولاد يقصد اهميه المنطق، يعني هو لما بيتكلم هنا عن اهميه التفكير هو بيقصد هنا اهميه المنطق، لان هو المنطق هو علم قواعد التفكير السليم. فلما يقول لي اهميه التفكير هو بيتكلم عن اهميه الايه؟ المنطق. فهنقول اي مثالين لاهميه المنطق. هنقول مثلا التصدي لشائعات زياده الاسعار، ده اول مثال. تمام. هنقول مثلا تحليل تأثير الإنترنت من حيث الإيجابيات والسلبيات. خلاص كده، يبقى ده اتجاه نقدي أهو. يبقى تصدي لشائعات زيادة الأسعار ده رفض الاستهواء أو التخلص من الاستهواء، وتحليل تأثير الإنترنت إيجابياته وسلبياته ده اتجاه نقدي. خلاص كده ذكرنا مثالين أهو. رسم التخطيط طبعا بتتكلم عن أهمية علم المنطق، تذكر الخمس حاجات اللي احنا درسناهم في أهمية علم المنطق، وهي التمييز بين الأدلة السليمة وغير السليمة، ينمي الروح العلمية، ينمي الروح النقدية أو الاتجاه النقدي، وبيعلمنا الدقة في استخدام الألفاظ أو اللغة، وكمان بيخلصنا من العاطفة والاستهواء. طيب يلا بينا أول سؤال. أشار الدكتور محمد مهران إلى أن المنطق علما يعلمنا المبادئ التي يقوم عليها الاستدلال. طبعا المنطق هو علم الاستدلال يا أولاد. كلمة استدلال لما نحط الاست لأي حاجة يا أولاد في اللغة العربية معناها طلب الشيء ده. استدلال يعني طلب الأدلة، طلب الدليل، طلب الحجة. تمام كده؟ يبقى يصف القول السابق المنطق من حيث طبعا المعنى الاصطلاحي. المنطق مفهوم علم المنطق، المفهوم الاصطلاحي له هو ان هو علم الاستدلال، علم قواعد التفكير السليم. تمام؟ يبقى ده المعنى الاصطلاحي مش المعنى اللغوي. رقم اثنين، محدش يقول لغوي، لا يقولوا اللغوي بضم اللام وليس اللغوي. خلاص كده؟ يبقى ده المعنى الاصطلاحي. رقم اثنين، حصل الاديب العالمي نجيب محفوظ على جائزه نوبل، وذلك يرجع الى عده اسباب، منها اهتمامه بانتقاء كلماته. كلمه انتقاء يعني اختيار يا اولاد، انتقاء كلماته يعني اختيار الفاظه. تمام؟ يبقى هنا اختيار الالفاظ بايه؟ بدقه. المنطق بيعلمنا اختيار الالفاظ بدقه، او الدقه في اختيار الالفاظ، لان انا بعبر عن التفكير من خلال اللغه. رفض بعض المعتقدات او رفض بعض المعتقدات الخاطئه بعد دراستها وتحليل جوانبها السلبيه المترتبه عليه. التحليل هو النقد هنا يا اولاد، بمعنى النقد. تمام؟ تحليل الجوانب السلبيه والايجابيه وجوانب القوه وجوانب الضعف، ده اسمه الاتجاه النقدي. تمام؟ يبقى تنميه الروح النقديه، اهميه المنطق في تنميه الروح النقديه. طيب آه، السؤال رقم 4 من أقوال الدكتور إبراهيم الفقي: عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين يكون قرار أفضل، لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة. الأحاسيس يا أولاد اللي هي المشاعر، الأحاسيس يعني العواطف أو المشاعر. هنا بقى أهمية المنطق في إنه بيخلصني أو بيحررني من تأثير العاطفة والإيه؟ والشائعات. رقم 5، علامة العقل السليم هو قبول الأفكار بعد فحصها. قلنا كلمة فحص يعني تحليل يعني نقد. تمام كده؟ بعد فحصها بدقة، اللي هو الاتجاه النقدي يا أولاد. بيتكلم هنا عن تنمية الاتجاه النقدي، إن أنا أحلل كل جوانب الموضوع، أبين سلبياته وإيجابياته. تمام؟ أبين جوانب القوة والضعف في أي فكرة أو في أي موضوع قبل ما أقبله أو قبل ما أرفضه. رقم 2، مجال يبحث في النواحي العامة للفكر السليم. طبعا ده علم المنطق. تمام؟ علم قواعد التفكير السليم. يقول محمد بن راشد: الإنسان أمامه خياران، يعني اختيارين، إما أن يكون تابعا. تابعا يعني مقلدا، يعني حد مسيطر عليه وهو بيمشي وراه بيقلده وبيتبعه. تمام؟ من غير ما يفكر. أو مبادرا، هو بقى اللي بياخد المبادرة وهو اللي بياخد القرار من دماغه. ونحن نرغب في أن نكون مبادرين ومتقدمين. احنا عايزين بقى يبقى ان احنا المبادرة ناخد القرار من دماغنا، ما نبقاش تابعين لأي حد يعني. خلاص كده؟ بينمي عندنا حاجتين: ممارسه الاتجاه النقدي والتحرر من الاستهواء، لان الانسان ممكن يمشي ورا هواه، بيتبع هواه. تمام؟ يبقى هنا ممارسه الاتجاه النقدي ان انا احلل كل شيء قبل ما اقبل او ارفض، اخد قراري انا من دماغي، ما اخليش حد ياثر عليا. تمام؟ وبالتالي ما اقبلش اي حاجه او ارفض اي حاجه الا لما ايه؟ الا لما احللها كويس او قوي، واشوف جوانب القوه والضعف فيها وميزاتها وعيوبها.
يقول فولتير: الفكر البشري يتحكم فيه مجموعة من الإشارات والرموز، اللي هي اللغة يا ولاد. احنا بنعبر عن فكرنا باستخدام إشارات ورموز لغوية، تمام كده؟ يبقى المنطق بيعلمني الدقة في استخدام الألفاظ، أو بيعلمني الاستخدام الأمثل للغة في التعبير عن الفكر الصحيح، لأن أنا لو ما استخدمتش لغة سليمة مش هعرف أوصل الفكر السليم. السؤال اللي بعده: ذكر مناطق بورت رويال ان هناك فن يقود الفكر احسن قياده في معرفه الاشياء. طبعا هو فن الايه؟ علم المنطق، هو علم قواعد التفكير السليم. يبقى هنا هنقول علم المنطق هو علم قواعد التفكير السليم، او العلم الذي يضع القواعد العامه للتفكير السليم، تمام؟ ومن خلاله بنقدر نميز ما بين الادله السليمه وغير السليمه، وبنتخلص من العاطفه والاستهواء. يرى وولف أن فائدة المنطق تتجلى، يعني تظهر، في إكساب دارسيه القدرة على مراجعة نتائج تفكيرهم للتأكد من صدقها. تمام؟ مراجعة هنا يعني تحليل وفحص، يبقى عملية نقد، اتجاه نقدي. تمام؟ يبقى هنا ينمي الاتجاه النقدي أو الروح النقدية، بحيث إن أنا بفحص كل شيء قبل ما أقبله أو قبل ما أرفضه. تمام كده يا جماعة؟ طيب. يقول ينكرسون: مجموعة العمليات العقلية المستخدمة في تكوين وتقييم المعتقدات وفي إظهار صحة الادعاءات والمقولات أو زيفها. الادعاءات دي صحيحة أو مزيفة. تمام؟ يبقى هنا بيتكلم عن علم المنطق، خلاص؟ هو اللي بيميز لي بين الأدلة السليمة وغير السليمة. انتقال أرشميدس من الملاحظة التي أدركها بحواسه إلى اكتشاف قانون الطفو الذي ساهمت تطبيقاته في صناعة السفن. طبعا ده أرشميدس ده كان عالم، تمام؟ يبقى هنا المنطق بينمي الروح الايه؟ الروح العلميه، يبقى تنميه الروح العلميه، لان ارشميدس ده كان عالم وهو اللي اكتشف قوانين الطفو. طيب، يقول الغزالي، الامام الغزالي: المنطق كالميزان والمعيار للعلوم كلها. الميزان والمعيار، معيار ايه يا اولاد؟ معيار صحه الفساد، صحه الفكر او فساد الفكر، يعني بيميز لي ما بين الادله الصحيحه السليمه والادله غير السليمه، الفكر الفاسد والفكر الصحيح. تمام؟ يبقى هنا الميزان او المعيار، معيار ايه؟ معيار صحه او فساد الدليل او الحجه، يبقى التمييز بين الادله السليمه وغير الايه؟ السليمه. طيب، يقول كينز: مجال يبحث في النواحي العامة للفكر، وموضوعه بحث مميزات الحكم كتعبير عن معارفنا. طبعا هنا بيتكلم عن تعريف علم المنطق. نقول برضو: المنطق هو العلم الذي يضع القاعدة العامة للتفكير السليم. تمام؟ هو المنطق هو علم الاستدلال الذي من خلاله نميز بين صحيح الفكر من فاسده. يرى الدكتور حسن عبد الحميد أن المنطق يؤهلنا لتمييز الفاسد من الصحيح في أقياستنا المنطقية. القياس المنطقي بنقدر نميز القياس الفاسد أو الحجة الفاسدة أو الحجة الصحيحة. تمام كده؟ طبعا هنا من خلال إيه؟ من خلال الأدلة، لأن احنا بنفحص الأدلة بتاعت الحجة، يبقى التمييز بين الأدلة السليمة وغير السليمة. تمام؟ طيب. يقول سيجموند فرويد: ما نتركه بالمنطق لا يفترض أن نعود إليه بالعاطفة. هنا ما حدش يقول لي هو بيتكلم عن الاستهواء يا جماعة، لا، هو هنا العاطفة حاجة والاستهواء حاجة. العاطفة مجموعة مشاعر الحب والكراهية، أما الاستهواء ده إن أنا بتبع هوايا ورغبتي وميلي لشيء إن أنا بصدقه بسرعة من غير ما أتحقق منه. تمام؟ لكن هنا هو بيقول لي أنا تركت حاجة بالمنطق، ما ينفعش أرجع لها بقى بالعاطفة. طب أنا تركتها بالمنطق ليه؟ إيه اللي خليني أتركها؟ بعد ما حللتها، بعد ما فحصتها. يبقى هنا انا فحصت الشيء وحللته، تمام كده، واقمت الحجه عليه، تمام، وقلت انا سبته ليه او قبلته ليه. يبقى عللته، يبقى يعلل الحوادث على حقيقتها. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنا الاجابه الصحيحه ان المنطق بيخليني يعني اميز حقيقه الشيء واقول انا اخترته ليه او رفضته ليه. خلاص كده؟ طيب، كاننا بالظبط بنميز ما بين الادله السليمه وغير السليمه. طيب، يقول عمر بن الساوي: لابد لطالب النجاة من الهدى إلى وجه التمييز بين الحق والباطل، يعني الصواب والخطأ، الصحيح والفاسد، وذلك عن طريق المنطق الذي يقيه الغلط. يبقى هنا احنا بنميز بين الحق والباطل، يعني بنميز ما بين الأدلة السليمة وغير الايه؟ وغير السليمة. تمام؟ طيب، أو صحيح الفكر من فاسده زي ما قلنا. يقول الغزالي عن علم المنطق أنه كالقانون الذي يميز العلم اليقيني عما ليس يقيني، وكأنه كالميزان للعلوم كلها. برضه هو معيار المنطق هنا، معيار للفكر أو الأدلة السليمة والأدلة غير السليمة. تمام؟ يقول ينكرسون، طبعا نفس السؤال ده احنا جاوبناه قبل كده، السؤال ده احنا جاوبناه يا جماعة. يرى الغزالي، ده سؤال مكرر، سؤال مكرر. يرى الغزالي أن المنطق هو المقدمة الضرورية لكل العلوم،
دلل بمثال من عندك على اهميه المنطق في حياتنا اليوميه. يبقى تديله مثال على اهميه المنطق ايا كان هذا المثال، زي ما احنا قلنا فوق كده ان احنا التخلص او التصدي لشائعات زياده الاسعار. تمام كده. هنقول مثلا كمان تحليل الجوانب السلبيه والايجابيه للانترنت، وهكذا يعني. اي مثال يعجبك. الاسبوع الثاني طبعا بيسالني في عوامل الوقوع في اخطاء التفكير. بيقول لي اذكر مثالين لمواقف حياتيه يقع اصحابها في اخطاء التفكير. اي مثالين حسب العوامل الذاتيه والموضوعيه اللي احنا خدناها. تمام. احنا خدنا يا اولاد عوامل ذاتيه، تغليب العاطفه على العقل، قابليه للاستهواء، التسرع في الحكم، التعصب والتطرف. العوامل الموضوعيه الانسان ايه يعني او خارجه عن اراده الانسان. طبعا العوامل الذاتيه الانسان مسؤول عنها. العوامل الموضوعيه خارجه عن اراده الانسان، وهي عدم الدقه في استخدام اللغه، ونقص المعلومات، الهيمنه او السيطره، وصعوبه المشكله. طبعا انت بتقول مثالين، اي مثالين عندك، زي ما تقول مثلا ان الطالب اخطا في الاجابه على سؤال المدرس لانه تعجل في الاجابه. تعجل يبقى تسرع في الحكم. تمام. مثال اثنين هتقول مثلا نشر خبر على الفيسبوك قبل التاكد من صحته، يبقى قابليه للاستهواء. الاداه المنزليه بقى نجاوب. اول سؤال بيقول لي ان الجاهل دوما يجيب قبل ان يسمع. بيتسرع قبل ما بيسمع بيجاوب، يبقى هنا كده ايه؟ ويعارض قبل ان يفهم، يبقى هنا التسرع في الحكم يا جماعه. هنا التسرع في الحكم القفز الى نتائج لا تبررها المقدمات، او الوصول الى احكام غير مدروسه او غير سليمه. خلافك الشديد مع زميلك حول نتيجه مباراه كره القدم، وعلى اثر ذلك يعني نتيجه ذلك قاطعته، يبقى هنا انت شخص متعصب. يبقى هنا بنتكلم عن التعصب وتطرف التعصب الرياضي يا جماعه. خلاص. عدم قدرتك على حل مساله فيزياء للصف الثالث ثانوي وانت لسه في اولى ثانوي، نتيجه ان ايه؟ ان المساله دي صعبه عليك، يبقى صعوبه الايه؟ صعوبه المشكله. بتكلم عن صعوبه المشكله. خلاص يا جماعه، لان ده لسه انا لسه في اولى ثانوي، ما ينفعش تديني مساله فيزياء بتاعه ثالثه ثانوي. يقول دكتور فؤاد زكريا يميل الناس الى تصديق ما يرغبون، يعني ما يميلون الى الميل او الهوى. تمام. او يتمنون ان يحدث. هنا يقصد القابليه للاستهواء يا جماعه. الرغبه هنا الميل اللي هو القابليه للاستهواء. ربنا بيقول في القران ارايت من اتخذ الهه هواه، يبقى هنا القابليه للاستهواء. طبعا دلل بمثال. احنا قلنا المثال ده واحنا في البدايه خالص، قلنا ان انا بتصدى للشائعات اللي هي بتاعه زياده الاسعار. تمام. طيب هو بيقول لك اذكر مثال على القابليه للاستهواء، او اللي هي العباره تقصده. تمام. هنقول مثلا نشر خبر على الفيسبوك قبل التاكد من صحته، يبقى ده هنا مثال على القابليه للاستهواء. خلاص كده، ان انا نشرت الخبر قبل ما اتاكد من صحته، يبقى هنا بيتكلم عن القابليه للاستهواء. لا تكونن إمعة. يعني ايه إمعة؟ إمعة يعني مالكش لازمة، يعني مالكش شخصية، مالكش رأي، مالكش كلمة، يعني تابع، شخص تابع، يعني ما عندكش رأي أو ما عندكش قرار من دماغك. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء. ما تبقاش يعني تابع للناس. تمام. ولكن تكون عندك شخصية، ما تبقاش عامل زي أكرة الباب بتفتح مع أي حد. تمام. يبقى هنا بيكلمني أو تحذر العبارة من انهي عامل يا اولاد؟ من عامل الهيمنه والسيطره، انك تمشي ورا حد وتقلده وتتبعه ويبقى مسيطر على تفكيرك. تمام. يبقى عامل الهيمنه والايه؟ والسيطره، ولكن خلي عندك شخصيه، خد القرار من دماغك. حدث عطل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقمت بفك اجزائه ولم تتمكن من اصلاح العطل، لان انت مش فاهم الحاجات دي. نتيجه ايه؟ نتيجه صعوبه الايه؟ المشكله. عدم المام المهندس ببعض خصائص التربه قبل انشاء المشروع. طبعا ده تخصص المهندس، بس هو يعني اغفل جزء من الايه؟ من المشروع، يعني لم يهتم بكل الجوانب. فهنا كان عنده شورت او نقص في المعلومات، وبالتالي المشروع فشل. يبقى عنده نقص فين؟ نقص في المعلومات. طيب. يقول دكتور فؤاد زكريا مجموعة من المعتقدات والاتجاهات والمشاعر والأفعال ذات الطبيعة البعيدة الحد أو عن الحد المعتدل أو العادي، فهو المغالاة والإفراط. كلمة مغالاة يا أولاد، المغالاة والإفراط يعني التعصب والتطرف. كلمة مغالاة يعني مبالغة أو زيادة. بنقول الأسعار غالية يعني مبالغ فيها، والإفراط يعني الزيادة في الشيء. تمام. أو يعني المبالغة في الشيء. يبقى التعصب والتطرف. تمام كده. اديني مثال على التعصب والتطرف. خير مثال التعصب الرياضي والتطرف الديني. عندما يصعب عليك حل مشكلة ما
لعدم المامك بكل تفاصيلها، يعني ما انتش ملم بكل التفاصيل، انت عندك شورت في التفاصيل، عندك نقص في المعلومات. يبقى بنتكلم هنا عن نقص المعلومات يا جماعه. استغرق اديسون وقتا طويلا في البحث والدراسه حتى توصل لاختراع المصباح الكهربي. يبقى هنا اديسون ما تسرعش، ده خد وقته. يبقى هنا بيكلمني عن ايه؟ يخالف ايه؟ يخالف التسرع في الحكم. العباره دي بتخالف هنا تأنى وتروى، يبقى بيخالف التسرع في الحكم. نشر في احد الجرائد اعلان عن وظيفه محامي لاحدى الشركات، فقام اخي بملء الطلب عبر الانترنت. كلمه ملء هنا مكتوبه غلط طبعا، تمام، عبر الانترنت دون قراءه كل الشروط. يبقى هنا ما قراش كل الشروط، كان عنده شرط بنقص برضه في بعض الشروط. يبقى هنا طلبه اترفض ليه؟ لان عنده نقص في المعلومات. الطلب بتاعه اترفض لانه مش ملم بكل حاجه، ما قراش كل الشروط، يبقى عنده نقص في المعلومات. يقول احد الفلاسفه ان الانسان الذي تتحكم به المشاعر لا يرى الا جانبا واحدا من الموقف. المشاعر يعني العاطفه والاحاسيس. يبقى هنا اخطا في التفكير ليه؟ نتيجه تغليب العاطفه على العقل. وحد يلخبطك ويقول لك العقل على العاطفه، لا، تغليب العقل على العاطفه ده هو ده المطلوب، هو ده الصح. انما هنا احنا وقعنا في الغلط نتيجه تغليب العاطفه على العقل. صعوبه الوصول لاحد الاماكن الجديده نتيجه عدم معرفتك بتفاصيل المكان. يبقى انت ما تعرفش التفاصيل، يبقى عندك نقص برضو في المعلومات بتاعتك. يبقى هنا نتيجه نقص الايه؟ المعلومات. ان النقاش مع شخص، او اسف يا جماعه، ان النقاش مش النقاش، لا النقاش. ان النقاش مع شخص يرفض جميع الاراء مسبقا. شخص رافض لكل الاراء، متمسك بفكرته هو بس. طبعا يبقى هنا التعصب والايه؟ والتطرف. آه، قال احمد شوقي: لو تأنى نال ما تمنى وعاش طول عمره مهنا. يبقى التأني يبقى يعني عدم الايه؟ عدم تسرع او عدم التعجل. في التأني السلامه وفي العجله الندامه. يبقى هنا بيحذرنا او بيدعونا الى مواجهه الايه؟ التسرع في الاحكام. يقول دكتور ابراهيم الفقي: عندما تبقي الاحاسيس على منطق معين، الاحاسيس يعني مشاعر يا اولاد، يكون القرار افضل. لكن لو اتت الاحاسيس، لو اتت العاطفه والمشاعر في المقدمه، هنا هتبقى الخطوره. طبعا هنا بيتكلم عن تغليب العاطفه على الايه؟ العقل. الانسان هيقع في الخطا لما تتغلب مشاعره واحاسيسه على تفكيره. يقول دوستويفسكي ان المزاج، المزاج يعني الميل او الهوى. كلمه مزاج يا اولاد على طول يعني الهوى او الميل، يعني القابليه للاستهواء. تمام. يقول دكتور فؤاد زكريا: مجموعه من المعتقدات والاتجاهات والمشاعر. طبعا السؤال ده احنا جاوبناه قبل كده، متكرر، جاوبناه قبل كده. برضه ده السؤال بتاع الايه؟ النقاش، لسه مجاوبينه من شويه بالاماره، قلت لكم النقاش. خلاص كده، يبقى كده خلصنا الواجب بتاع المنطق العامل او الاسبوع الاول والاسبوع الثاني. استودعكم الله. ما تنسوش تدعموا القناه عشان نستمر، ويعني نلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.